مفيش حد ما بيبقاش مبسوط وبيتمنى ان هو لما يبقى داخل اي مكان سواء جديد او سواء عارفه قبل كده، ان العيون كلها هتبقى عليه متابعاه، ونظرات الاعجاب تبقى دايما بتلاحقه. ولكن المشكلة ان الموضوع ده بيحطك في مشاكل اكبر بكتير من مجرد نظرة الاعجاب دي. فلو انت ما تعرفش، فما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا اقول لك التفاصيل. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ الاعجاب غالبا بيبقى نابع من كذا حاجة، سواء الشخص ده يعرفك او عنده انطباع سابق عنك، فبالتالي بيكون صورته عنك واعجابه بيتكون بهذا الشكل. ولكن في بعض الحاجات بيبقى في احد الاسباب اللي بتخلي الناس يبقوا نظرتهم فيها اعجاب ليك. السبب الاول ان الانسان غالبا بيعمل ربط ما بين خبرات وتجارب سابقة وما بين الحاجة اللي شايفها حاليا. يعني ايه؟ يعني الانسان بيكره ان هو يبقى جاهل باي شيء، فبالتالي بيبقى مر بتجربة ما، يعني مع شخص فيه مواصفات قريبة من الشخص اللي هو قدامه ده، والشخص اللي شافه قبل كده كان بيظهر بعض الحاجات الإيجابية اللي أعجب هو بيها شخصيا. فبالتالي هو لما شافك ابتدى يربط ما بينك وما بين التشابه اللي ما بينك، سواء بقى في الطباع، سواء في الشكل، سواء في أي حاجة مشتركة ما بينك وما بين تجربته هو السابقة عن الشخص ده، وبالتالي توقع منك انك هتكون بنفس المميزات بتاعة الشخص السابق. فده بيعمل اعجاب مسبق كده، علشان هو حاسس ان انت فيك من الشخص اللي عارفه قبل كده وكان معجب بيه. وهنا بتبقى الخطورة ان هو اعجب بيك بسبب حاجات ممكن ما تكونش موجودة فيك. فبالتالي لما تيجي انت تلاحظ نظرة اعجابه، تعامله معاك، احترامه، كل الكلام ده اللي هو ابتدى يديهولك كده من غير مقابل اولا، بتبقى متوقع ان دي حاجة انت السبب فيها، وده مش الحقيقة. فبالتالي لما يبتدي يكتشف بقى الفروقات، ان هو لا والله هو توقع حاجة مشتركة ما بينكم ولقى الموضوع ده مش موجود، فيبتدي مش هنقول ان هو يتغير معاك، ولكن يبتدي يتعامل معاك بطريقة طبيعية على اساس ان هو لسه بيتعرف عليك، او يبتدي يربطك بشخص تاني في تجربة سابقة كان اقل اعجابا بيه. يعني موضوع بس ترتيب، ان هو كان حطك في مكانة معينة بنظرا ان هو كان عارف شخص في المكانة دي متشابه معاك، ولكن لما قرب منك شوية اكتشف انك مش وحش ولا حاجة، ولكن انت في مكانة تانية عن خبرته هو الشخصية. وخبرته هي الشخصية دي مهم قوي ان احنا نوضح ان هي مش الخبرة العامة. يعني اذا كان هو بيضع التجربة الاولى دي في مقام الاعجاب والتجربة التانية في مقام اقل شوية، مش معناها ان التجربة التانية اسوأ، ولكن معناها ان هو شخصيا بيميز وبيفضل الناس اللي هم من فئة التجربة الاولى. وده طبعا حاجة انت مالكش دخل بيها، لان انت في الاخر ما تعرفش هو اتربى على ايه ولا نشأ في ايه واللي وصله لان هو يعمل الترتيب اللي انا بقولك عليه ده. فده اول حاجة. فلما انت بتلاحظ التغير، بيبتدي الموضوع يحسسك باهتزاز في نفسك، ان انت والله ده كان بيحترمني او كان بيعاملني بطريقة معينة، وبعدين قل الموضوع شوية. طب ليه؟ هي دي بقى اللي بتعمل هزة نفسية كده. لو انت مش عارف الكلام اللي انا بقوله لك النهارده، هتبتدي يعني تفسرها بان انت اللي عملت حاجه، ولكن في الواقع ممكن ما يكونش ده السبب. ممكن يكون السبب في ان هو شخصيا ده تركيبته، تكوينه كده اللي اتولد بيه واللي هيفضل عايش بيه، مش هيغيره الا بقى ممكن بعد سنين لما يبتدي نظرته تنضج شويه ووجهه نظره تختلف. انت ملناش دعوه بيها، انت مش هتعيش معاه بقى طول الفتره دي، ولكن انت بتتكلم عليه في الوقت الحالي اللي حسسك بأسوة او ميزة التجربة اللي انت بتعايشها معاه في الفترة دي. طيب ده النوع الاول اللي هو ممكن يكون ربطك بحد قبل كده. النوع التاني بقى، وده نوع برضو ما يقلش خطورة عن النوع الاول، هو ان في ناس بتجيد تمثيل دور الاعجاب ده بسبب شخصي بحت. يعني كأنه نوع من انواع الشغل، كأنه نوع من انواع البيزنس، كأنه نوع من انواع دراسة وتحليل الشخصية اللي قدامه. فبالتالي هو لو عاملك مثلا بطريقة معينة اقل اهتمام، ممكن ان انت تقفل من ناحيته، ما تفتحلوش قلبك وتبتدي تتعامل على طبيعتك. ففي ناس بتتعامل على ان هم يعني مرحبين بيك قوي ومعجبين بيك قوي، بحيث ان انت تنفتح في اعمالك، تبتدي تنفتح في مشاعرك واعمالك وتكشف عن نفسك، ويبتدي بعدها بقى يقيم الشخص ده متماسك، الشخص ده اثر فيه اعجابي او قلة اعجابي بيه، ولا الشخص ده اصلا صفته ايه. فلما هو بيديك المجال يحسسك ان مفيش فرق ويشيل التكليف ويبتدي يتعامل معاك على ان هو قريب منك قوي او حاسس ان فيك حاجة، تبتدي انت تتعامل بطبيعتك ويحسسك ان هو عنده قبول لطبيعتك دي ايا كانت ايه.
فتبتدي تتعامل بطبيعتك، ويبتدي بقى يكشفك ويبتدي بقى يحلل ويحطك في المكان اللي هو برضو شايفه بناء على تجربته الشخصية، وبناء على ان هو اصلا بيعمل كده ليه. هو ممكن يكون بيعمل ده عشان عايز يكسب من وراك شغل معين، ممكن يكون بيعمل ده كنوع من انواع اللي هو بيكسب معرفة شخصية ويعرف الناس دي ممكن يستفيد منهم في ايه. فبالتالي بيحب يعمل التصنيف الدايم ده للأشخاص حواليه علشان يعرف يحطهم فين بالظبط، وإيه مدى وقدرته على الاستفادة من كل شخص منهم. النوعين دول لوحدهم أنا ذكرتهم هنا لأن النوعين دول هم أخطر نوعين ممكن نتكلم عنهم. النوعين دول اللي بيخليك انت بتبقى مبسوط لما تشوف الإعجاب والاهتمام من عيون الآخرين في المكان اللي انت موجود فيه وكل الكلام ده. ولكن المشكلة ان انت لما تيجي تبني ثقتك بنفسك في تقديرك في عيون الآخرين، هو ده اللي بيعمل مشكلة. يعني النهاردة تبقى فوق قوي علشان حد بيعاملك كويس، او 2 أو 3 صدفة ان هما في نفس الوقت بيعاملوك كويس، فتبتدي يجيلك شعور زائف ان انت بقيت صح، ان انت ابتديت تتعلم من خبرات سابقة وكل الكلام ده. وبعد فترة مثلا نفترض ان المرحلة دي عدت ودخلت مثلا في مرحلة الفتور شوية، بقى في جفاف في التعاملات في المشاعر ما بينك وبين الناس التانيين، فيبتدي نفس الكلام يقل ثقتك بنفسك، تبتدي تحس ان انت يعني اتخدعت في نفسك كمان، ان انت كنت فاكر ان انت وصلت لمرحلة معينة وطلع الكلام ده كله مش صحيح. فعشان كده مهم قوي ان انت دايما تبني ثقتك بنفسك، ملهاش علاقة خالص بالناس رأيهم ايه فيك. يعني في عز الاوقات الناس بيعاملوك فيها بجفاء وكده، تعامل على ان الشخص ده يا اما ما يعرفكش، يا اما هو عنده مشكلة اصلا في الجزء اللي هو بتاع تصنيف البشر اللي احنا بنتكلم عليه ده. فانت ما تحطش اصلا المجال لان هو اهتمامه او اعجابه او تركيزه او اي حاجة بيميزك بيها موجودة او مش موجودة، ده ليه علاقة باللي انت فيه. تأكد ان انت مسارك مختلف عن مسار الناس التانيين. يعني ممكن تكون انت في اللحظة دي بتحقق اعلى انجازاتك اللي ممكن ما توصلهاش في وقت تاني، ولكن بسبب ان انت بتقرأ تقديرك ده في عيون الاخرين، في عيون العائلة، في عيون القرايب، فحسيت ان اللي انت بتعمله ده ولا شيء. وده مشكلة كبيرة قوي لان ده بيأثر في اللي انت بتعمله، سواء تركيزك عليه او اهتمامك بيه او تنميتك ليه، وبيأثر على ان انت بعد كده كمان ما تبقاش عارف هو ايه بالظبط. يعني ممكن انت توصل في مرحلة تكون ما بتعملش اي حاجة، ولكن الناس دي راضيين عنك لأي سبب نفسي جواهم، فتبتدي تشوف ان انت بتعمل حاجة كويسة وفي الواقع انت ما بتعملش اي حاجة. وعشان كده في النهاية وأكد عليك إنك لازم تفصل ما بين طبيعتك وما بين اللي أنت بتعمله، وثباتك في خطواتك وفي قراراتك وفي حياتك اللي أنت عايز توصل لها، بعيدا عن وجهة نظر الناس إيه، عن اهتمامهم، عن تقديرهم، عن كل الحاجات اللي ممكن تبقى نابعة من شخص خارج عنك. خلي قناعتك وتركيزك واهتمامك بنفسك نابع من نفسك بناء على اللي أنت عارف إن أنت بتعمله واللي أنت تستحقه. لو الحلقة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، في نفس الوقت تعملها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى أول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.